السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ورشة أبو تحسين الهندسية. جت لنا كوريلا اليوم 20 وارد أمريكي، السكنر بالفحص مالها لقينا مس فاير بيها. هذا اللي عطالة مالتها مس فاير برقم 4. فهسه راح ناخذ الإجراءات ونفتحها ونشوف. هاي بيها مسطرتين، مسطرة مجموعة بخاخة ومجموعة انجكترات فوق بالاعلى MBI، ومجموعة جوا الدكشن MBI. هسه نشوفها ونفتح ونعطيكم النتيجة ان شاء الله. ورحمة الله وبركاته. من ورشة ابو تحسين تميمي الهندسية. عندنا اليوم كوريلا 20 GDI وارد امريكي، فيها مس فاير برقم 4. شخصناه بالحاسبة وهسه جاي نفسخ. هاي المحرك ماله والله كريم. نكملها ان شاء الله ونعطيكم النتيجة. هاي الكوريلا 20 GDI نظامين، نظام مسطر MBI فوق انجكترات مالته، ونظام جوا GDI. هاي GDI جوا الهذن مالاته، بعد مسطرة ثانية جوا الدكشن. ضغط عالي تاخذ، ضغط واطي MBI و GDI تشتغل اثنين. هاي التغذية الطاحونة مالتها، شو طاحونة تاخذ GDI ضغط عالي تودي للمسطرة جوا، البخاخات الانجكترات الجوا، وMBI تاخذ قبل من الفيت وضع على النوزل هذا الجوا فوق. مسطرتين بيها. هاي المسطرة الفوق الMBI هاي العادية مالتها، والجوا GDI. هسه عندنا خلل برقم 4 هنا. هسه راح نحطها على الجهاز نشوف الخلل وين، بهاي المسطرة او بذيك. اذا لقينا بهاي بعد ما استوجب نفتح الجوا. هسه نشوفها. هسه حطيناها على الجهاز، راح نشوف ياها واللي بتقصير. هنشوف هسه. هذا اللي بتقصير، هذا اللي على رقم 4 قلنا مس فاير بيه. هذا رقم 4 اللي بيه مس فاير. هسه راح نصلحها، نتنظف اجل الطريق، اجا ما اجل الطريق نبدلها ان شاء الله، ونوافيكم بالتصليح مالنا. هذا الخلل هسه لقيناه بالمسطره الفوق الMBI الفوق مو جوا. والله كريم ان شاء الله نكملها ونعطيكم النتيجه. اللي كملناها تنظيف. هذا اللي بيه مس فاير هسه سوا صار وياهم يا جماعتنا، رجع طبيعي. ان شاء الله نشد السيارة نكملها ونعطيكم النتيجة بالاخير. اما نشغلها ونشوفها بالحاسبة. الكوريلا هسه راح ندقها حاسبة مرة ثانية نشوفها. راح ندقها حاسبة كوريلا اذرز سمارت كي بيها هذا موديل 20 وعلى الشاص مالها. تي اوكي مرة ثانية. هسه البادي مالها محرك. اوكي سوي له قراءة. ماكو اي عطل بيها. صافي هسه السيارة روانها مضبوط ممتاز. هاي الروان مالها ولو شمس. هذا روانها وهاي تمام. هسه صارت بصحة جيدة وتمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.